أنت هنا في المسجد تستطيع أن تغير ما بداخلك، الشخص بداخله لا بخارجه، والإنسان يؤثر في البيئة. سمعتم إعصار تغيير سموه الثوار، سموه هؤلاء دعاة الفتن، وإعصار تغيير. التغيير ما هو إبعاد شخص ووضع شخص آخر، لا لا، التغيير هو تغيير ما بداخل الشخص، فإذا تغير ما بداخل الشخص تغيرت الحياة. نشكو من المطبات، من الحفر في الشوارع، من الانطفاء في الكهرباء، من غلاء الأسعار، من الرشوة. ما سبب هذا؟ سبب هذه المفاسد هو تغير داخل الإنسان. فإذا أردنا أن نغير الحياة فعلا إلى حياة طيبة نعمل على تغيير داخل الإنسان، فإذا غيرنا ما بداخل الإنسان صلحت الحياة، وصلح ما على هذه الحياة، وصلح الناس، وصلحت معايش الناس. فإن ما بداخلك هو الذي يؤثر فعلا على الواقع، وهذا ما قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم. إن الله، تأمل في الآية، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما داخل. لكن ابعد صالح واطرح عبد الله، وعبد الله وصالح خربانين الاثنين، ما في فائدة. اخلع بصلة واغرس تومة، ما في فائدة. لكن إذا أراد الناس فعلا التغيير يبدأ التغيير من داخل، وهذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تقرؤون السيرة وصل في بيئة خربانة تماما، فما بدأ يجمع له جموعات ويحشد الحشود معاه ويشكل المظاهرات، لا، أول ما بدأ بتربية الفرد وإبعاد المرض والسواد وإبعاد الفساد الذي بداخله. أبعد الشرك وغرس توحيد، أبعد النفاق وغرس الإيمان، أبعد الفساد الذي بداخله وغرس الخير والصلاح صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خلال 16 عاما يرسل النبي رسالة مضمونها من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أرسل النبي الرسالة إلى أكبر مجرم في ذلك التاريخ، أو من أكبر المجرمين في ذلكم التاريخ. وأرسل الرسول رسالة إلى كسرى عظيم فارس، وأرسل الرسول رسالة إلى المقوقس وإلى الغساني وإلى غيرهم من ملوك العالم يدعوهم إلى دين الله عز وجل. لما؟ النبي معه رجال، هؤلاء الرجال ليسوا كأمثالنا نحن نحب الخمول والكسل والدعة والهدوء والراحة والنوم، لا، رجال ربهم النبي على العقيدة، وربهم النبي على السنة، وربهم النبي على الخير. أحبوا الخير وأحبوا أن ينشروا الخير، أحبوا الصلاح وأحبوا أن ينشروا الصلاح، أحبوا الحق وأحبوا أن ينشروا الحق، أحبوا الخير وأحبوا أن ينشروا الخير رضوان الله تعالى عليهم في ظرف سنوات يسيرة. تأمل معي، قبل بعثة النبي العربي ذليل، العربي جبان، العربي خايف، العربي مهضوم، العربي يسيطر عليه الفرس والروم. وبعد بعثة النبي هذا العربي الجبان، وهذا العربي الظالم، وهذا العربي المشرك، وهذا العربي الذي يعبد الصنم ويعبد الحجر هو الذي هز عروش كسرى وقيصر، لأن الرسول غير ما بداخلهم من الفساد إلى الخير. هذا هو التغيير. التغيير ما هو أغاني ولا رقص ولا دنس ولا تمثيليات ولا مسرحيات ولا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. التغيير داخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرمضان أيها الإخوة فرصة طيبة. أنا أتمنى أن يلتفت حكام العرب إلى رمضان
وأن يلتفت مسؤولي العرب إلى رمضان، وأن يلتفت مواطنو العرب إلى رمضان، والمسلمون بجميعهم إلى شهر رمضان ليأخذوا منه درسا في التغيير، وأن التغيير المقصود به هو الالتزام بالدين والعودة إلى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نريد الشر الذي بداخلك يهرب، الكذب يهرب، الفساد يهرب، السرقة تهرب، الرشوة تهرب، وينغرس الخير. فإذا انغرس الخير في صدورنا في قلوبنا تغيرت الحياة، الأسفلتات تتغير، اللمبات تتغير، الحياة تتغير، المعاملة تتغير، الأمطار تنزل، الخير يدب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا داخل واتقوا داخل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هناك مفاهيم مغلوطة، يظن بعض الناس أن التغيير أغاني ورقص ومسرحيات وطبول ومشي في الشوارع. هذا كلام عفى عليه الزمن وكلام قديم جدا وسمعنا عنه وما زلنا نسمع الأخبار عنه. لكن التغيير في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو العودة إلى الكتاب، العودة إلى السنة، العودة إلى الحق، العودة إلى الهدى، العودة إلى منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا في وظائفنا في أعمالنا، فتتغير الحياة. المساجد تمتلئ، هذا هو التغيير. واحد يهودي يرى فلسطينيا، والفلسطيني حزين جدا، فقال له ذلك اليهودي: لما أراك حزينا؟ قال: إنني أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، حتى تقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. اليهودي يضحك على من؟ على المسلم، ويتكلم كلاما فيه شيء من السخرية ويقول له: الآن لا، لكن إذا امتلأت مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة فثم إذ، أو كما قال، اسمع الآن، إذا امتلأت المساجد في صلاة الفجر كما تمتلئ، هذا هو التغيير. لكن رقص ودنس وأغاني ما في. كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها، ما في. والله سنخرج من حفرة وندخل في حفرة أعمق، ونخرج من مصيبة وندخل في مصايب إذا ما سلكنا مسلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.